هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله على من اتبع الهدى وقال سلام. في جملة بيقولوها العلماء دايما: العقل اللي يقدر يتخيل يقدر ينتصر. واللي حصل في اكتوبر 73 كان اكبر تجربة عقلية في تاريخ الحروب الحديثة. حرب اتخططت بالسكينة، اتنفذت بالعقل، واتحسمت بالدهاء. القصة مش بس عن عبور قناة السويس ولا على العلم اللي اترفع على خط برلين. القصة الحقيقية عن أكبر عملية تمويه وخداع عرفها العدو في القرن العشرين. السبت صبيحة اليوم 6 من أكتوبر من عام 1973، كل شيء يبدو هادئا على جبهة القتال. لا صوت حاضرا سوى طقوس الاحتفاء بيوم كيبور أو عيد الغفران. حرب اتلعبت فيها كل ورقة نفسية تقدر تتخيلها: إعلام، شائعات، تدريبات كاذبة، وتحركات متعمدة علشان العدو يفهم العكس بالظبط. إسرائيل كانت شايفة نفسها وقتها الجيش الذي لا يقهر، لكنها ما كانتش فاهمة اللي بيمشي بالغرور ويقع في أول حفرة يعملها غيره بالعقل. قبل الحرب بشهور مصر كانت بتعمل تمارين عبور القناة كأنه تدريب روتيني، جنود بيعدوا القناة وبيرجعوا، مفيش أي تحركات حقيقية. العدو بقى حافظ المشهد وحس إن المصريين بيعملوا كده عادي كل أسبوع. النتيجة لما العبور الحقيقي حصل يوم 6 أكتوبر محدش في الجانب التاني صدق إنه حقيقي. قالوا تدريب جديد للمصريين، بس المرة ديت تدريب كان نار والعبور كان فعلي. لكن الخدعة ما كانتش توقيت بس. بدأ سلاح المهندسين العسكريين تشييد صرح جديد من أمجاده، ونجح في مد الجسور وبناء رؤوس الكباري أمام الجنود والدبابات، وتمكن بدهاء وبحيلة غير متوقعة من نسف أسطورة خط بارليف في مفاجأة أذهلت العدو وأربكت حلفاءه. كانت في الدماغ. مصر بدأت تغير شكلها العسكري قدام عيون العالم. الجنود اتنقلوا في وضح النهار بس كأنهم رايحين أجازات. الضباط لبسوا لبس مدني، والدبابات اتركنت في مناطق شبه مهجورة واتغطت بشبك تمويه وشجر. وفي نفس الوقت بعتت أوامر لأكتر من وحدة إنهم يعلنوا إن في تدريبات ومناورات شمال الدلتا. النتيجة العدو شاف كل التحركات دي وقال ده تمرين جديد. وبكده مصر خدعت المخابرات الإسرائيلية نفسها بمعلومات حقيقية بس توقيت غلط. واحدة من أكبر الخدع اللي اتعملت كانت في الجو قبل الحرب. مصر ركبت بطول القناة مدافع مضادة للطيران بكثافة، لكن الطيارات الإسرائيلية كانت متعودة تعدي فوق القناة بشكل يومي ومحدش بيضربها. إسرائيل اتأكدت إن المدافع دي مجرد منظر، واللي ما يعرفوش إن المدافع دي كانت بتتجهز بصمت وبتتظبط على توقيت محدد. في يوم العبور لما الطيارات الإسرائيلية حاولت تدخل السماء المصرية كالعادة، السماء نفسها قلبت عليهم نار وخسرت إسرائيل أول موجة طيران، وكانت بداية انهيار أسطورة السيطرة الجوية. وفي نفس التوقيت كانت مصر عاملة خطة تمويه جوية عبقرية. طيارات تدريب قديمة طلعت في الجو من مطارات داخلية علشان رادارات العدو تتشتت وتفتكر إن ده الهجوم الحقيقي. في نفس اللحظة دي بقى الطيارات القتالية الحقيقية كانت بتطير واطي جدا تحت مستوى الرادار. عدت القناة في صمت حتى الإعلام دخل في الحرب قبل الرصاص. قبل 6 أكتوبر بأيام كان الراديو المصري والتلفزيون بيذيعوا أغاني هادية جدا، برامج رياضية، أخبار عادية لأن مفيش حاجة. ده كان جزء من التمويه الكامل، إن حتى الجواسيس اللي بيوصلوا معلومات لإسرائيل ما يحسوش إن في أي استعداد حقيقي. والغريب إن في صباح يوم الحرب الصحف كانت بتنشر عن احتفالات أكتوبر، مفيش أي إشارة للحرب. يعني العدو لما كان بيقرأ أو بيسمع الإذاعة كان شايف دولة هادية، يعني مش رايحة تحارب بعد ساعات. قرية ظهرت أكتر جبهة نفسها. خط بارليف كان مبني كأنه مستحيل يتعدل، وده سبب الساتر الرملي العملاق. مصر طبعا كانت عارفة كده بس ما حاولتش تكسره بالقوة. والعقل المصري راح ناحية الحل اللي العالم كله ما فكرش فيه: المية. الضباط المصريين استخدموا مضخات مية ضخمة جدا جابوها من شركات مقاولات مدنية
وكأنها معدات بناء. المضخات ديت استخدمت لحظة العبور علشان تفتح الساتر الرومي. ساعات قليلة إسرائيل قالت عليه مستحيل يتعدل إلا في أسبوعين اتفتح بالكامل. يعني اللي هدم الخط مش مدفع، ده كان خرطوم مية. في نفس الوقت المهندسين المصريين استخدموا كباري معدنية خفيفة الوزن يقدروا ينقلوها في دقايق، وفي أقل من 6 ساعات الجيش المصري قدر ينقل أكتر من 200 ألف جندي بمعدلاتهم التقيلة. ده رقم بقى العالم كله وقف قدامه مصر. قبل الحرب بيومين عدد كبير من الجنود المصريين خدوا أجازات ورجعوا البيوت. طبعا العدو كان راصد ده، فهم إن مفيش حرب، بس الحقيقة إن دي كانت واحدة من أكبر الخدع في التاريخ العسكري. الجنود رجعوا للبيوت فعلا، بس باتوا ليلة واحدة. تاني يوم رجعوا موقعهم في صمت. في نفس الوقت وحدات جديدة كانت بتتحرك مكانها. يعني العدو كان شايف مصر بتفك قوتها، لكن بقى يا صديقي الحقيقة إنها كانت بتجهز للهجوم الكامل. الذكاء هنا إن الخداع نفسه تم من خلال الحقيقة نفسها. كل حاجة كانت بتحصل فعل، بس معناها ساعتها إسرائيل كانت متأكدة إن مصر مش هتحارب. المخابرات الأمريكية والإسرائيلية كل تقاريرهم قالت إن الجيش المصري مش جاهز. لكن مع مرور أول دبابة مصرية كل النظريات اتدمرت. والمضحك المبكي إن أول رد فعل من قادة العدو قالوا مستحيل دي تبقى تدريبات، لحد ما سمعوا صرخة على اللاسلكي إن الجنود المصريين عبروا فعلا من خلال الضفة الشرقية. دي كانت اللحظة اللي اتكسر فيها الجنود وبدأت الحقيقة تظهر. مصر حاربت بعقل مش بس بسلاح. الجنود المصريين ما كانوش بيحاربوا بس برصاص، كانوا بيحاربوا برؤية مختلفة بالحياة والموت. العدو كان بيشوف فيهم حاجة غريبة، جنود بتتقدم تحت القصف يضحكوا ويهتفوا الله أكبر كل طمأنينة. الصرخة دي كانت جزء من الحرب النفسية، صوتها لوحده كان بيكسر توازن العدو. الجنود الإسرائيليين قالوا في شهاداتهم إن الصوت ده كان زي زلزال. إنك تحارب بشخص يؤمن إن الموت مش نهاية ده في حد ذاته سلاح. اللي لازم نفهمه إن حرب أكتوبر ما كانتش ضربة عسكرية، بل كانت عملية عقلية طويلة جدا. بعد النكسة مصر فهمت إن الحرب الحقيقية مش عالجبل، الحرب الحقيقية هو الإنسان نفسه. إزاي جندي اتقال له أنت مهزوم يقوم تاني ويصدق إن النصر ممكن. كانت أعظم معركة نفسية في التاريخ. العالم كله وقتها وقف مذهول. إزاي شعب أسرته الهزيمة يقدر يرجع ويخطط ويصبر ويمثل ويخدع وينتصر؟ جواب بسيط جدا، لما الإنسان يفهم إن اللي بيغلبك مش قوته لكن تصدق إنك أضعف. بعد الحرب بدأ العالم كله يدرس خداع المصري، واللي درسوا الحرب قالوا إن مصر عملت خطة فيها أكتر من 40 عملية تمويه منفصلة، كل واحدة منهم كانت كفيلة إنها تربك دولة كاملة. والأجمد بقى من كل ده إن الخطة دي ما كانتش بس عسكرية، كانت خطة وعي. مصر ما انتصرتش بس بالجيش، انتصرت لما رجعت تصدق نفسها، لما قررنا إن الهزيمة مش قدر وإن النصر مش حلم. ده لحظة أكتوبر مصر علمت العالم إن الحرب مش بس مدافع، الحرب فكر وخداع وصبر وإيمان، وإن اللي بيكسب مش بس اللي عنده سلاح أكتر لكن اللي عنده عقل أهدى وقلب أصدق. النصر الحقيقي يوم قررت فيه إنك ما ترجعش تاني للعجز، لأن اللي يكسب الحرب بمرة بالعقل عمره ما يخسرها. تعلم العلم واقرأ، اتحد كفار النبوة. فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. يرعاك الله.